فلوس وسيله بس بس مش مش اصيل. اصحى زميل. يا رب يا رب، قال لك $1000 يا رب. هاكل 5 عمي يا رب. انت شايف ايه؟ لايك وسبسكرايب وبالصلاه على رسول الله. والله العظيم مش حد، احنا بنعمل محتوى هادف اقسم بالله كله بيتي. قلت لك ايه يا مايز؟ فلوس وسيله اهو بس مش اصيل. وانت يا رب. طبعا على الكلام. المهم ماشي. مساء الخير. النهارده باذن الله وعدنا جميل مع حلقه مره وكل مره، مع جمال وصوت ودقن ميز، مع حلاوه وحول وعبط بشوي، ومع شنبي ومروحتي وشعري. النهارده باذن الله سيزون 2 يا جماعه ايوه سيزون 2. بدأناها. وانا بعتذر جدا، ما عرفت الكاميرا هنا مش هنا، ايه الحول اللي انا فيه ده، بس الكاميرا جديده لسه ما اتعودتش عليها. أيوة النهارده باذن الله يعني ايوه يابا فلوس اليوتيوب. اصحى يابا. احسن حاجه ان انا قايم من على قهوه، جيت على قهوه سبحان الله. عجن. فبعتذر جدا ان انا ما ظهرتش الحلقه اللي فاتت، بس الحلقه كانت جميله، كانت جميله جدا، كانت جميله يعني. الناس من كتر جمالها الناس وكان عايزيني تاني، ان انا مش سبحان موجود، الله. فما كانوش عايزوني يجيبوني تاني، بس الحمد لله. الحمد لله. فباذن الله الحمد باذن لله. الله النهارده الحلقه الجميله. الحلقه بقت رقم كام دلوقتي؟ ال20 ولا ال21؟ نعتبرها لا دي ال21. 21 يعني 21. الحلقه ال21. اللهم صل على بص، النبي. واحد سيزون 2. واحد سيزون 2 بعد اذنك. كده كده تاني مره حلقه بس باذن الحلقة الله. انا ايه؟ صوتي بيقطع أيوة. عليه، انت انا زي صوتي بيقطع الفل. عليه زي عليا الفل. نعمل المايك دوت عايز يضرب بالجزم. فباذن الله اهلا وسهلا بكم سيزون 2 نمبر 1 از حلقه باذن واحد احد. يلا بينا في كلاكيت تاني مره لقهوه بلد. ايه ده بس كده؟ ايه معاه ايه معاه. يلا ماشي بينا. ماشي. طيب، اهلا ايه بيكم الاخبار يا رجاله؟ عاملين ايه؟ في حلقه جديده وموسم جديد. عاملين ايه يا شباب؟ زي الفل. زي امبارح. الفل. كله حلو. ال- كله انت جميل. زي امبارح، دي حاجه تانية. انا زي امبارح الحمد لله، يعني ربنا يدومني زي بكره، يا رب يعني ابقى يا رب. بكره زي امبارح وباذن الله يا بعد رب عربي بكره بس بقى. يقول كلمه مفيده. الحمد يا رب. لله. انا راضي باللي انا فيه الحمد لله. يا سلام يا سلام. اهم حاجه الرضا. بمناسبه الرضا بقى، خلينا نمسك في الحته دي. اه الحلقه النهارده يا جماعه عن الماديات، الفلوس. ايوه حاجه ما بنشوفهاش الا فين وفين. ايوه السبايك اناناس. ما بتحسهاش ديت يا عربي طبعا. ما بمناسبة بتجيش من الرضا، عندك انت. بمناسبة أول حاجة بس حابب أقول إحنا لو هنتكلم في الفلوس فإحنا التلاتة المفروض نعيط، اللي بره مصر واللي جوه مصر، فإحنا التلاتة المفروض نعيط في الحلقة دي. لا بس خلي بالك هما بيتكلموا عليك ان انت بره مصر فانت غني غنى فاحش. ما أنا اللي سبونسر بتاع. انت اللي سبونسر. ما انت اللي سبونسر. ايوه نفسيتك بنفسيتك. ايوه يا ده ميز بالدولار ونص اللي معاك. ايوه بس كده خلاص. بص $1.50 يعني 75 جنيه كمان. سبونسر الجامد بتاعنا قوي. في سبونسر بيسجل من على ديسكورد؟ مفيش. مش عارف. يض السبونسر اللي احنا نعرفهم بياخد طياره بيسافر ويرجع تاني يصور ويرجع تاني على طول. ده السبونسر اللي احنا أول لما نعرفه. نوصل للمرحلة دي هنقفل البودكاست. انا فاكر بمناسبة الفلوس ان انا كنت انا وميس كنا بنتكلم في حوار. تمام، بمناسبة برضك الفلوس والكلام ده، ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا بنبعت لبعض بالطيارة اكل. فاهمني؟ بنبعت لبعض بس الاكل. عارف بالطيارة. انت توصل لغنى الموضوع ان انت عايز حاجه من بشوي يبعت لك ورق عنب مثلا. فاهمني. والله جه في دماغي المحشي. تخيل انت داخل مطار مغلف حلتين تيفال عشان تسفرهم لبره. تخيل انت توصل للمرحله دي من الغنى.
ده مرحله غنى ام احمد. مش داخل مطار مساء الخير، عايز اودي بره بعد عايز إذنكم أكل اوردر. فراخ ولا لحمه ولا ولا مش عارف، مش عايز ورق أدخل عنب. انت فاهم؟ لا حلتين المحشي دول والنبي والله، بس اوعى الخرم يبوظ هيبوظ لكم الطياره. او حد ياكله اوعى، هعرف صباع. بس انا عددهم وهدفع ضريبه على كل الرزايه. لا ده حسبي الله ونعم الوكيل. يا اسطى طب بمناسبة والله ان انت جبت حوار الضريبة ده، يعني بما ان انا بره مصر هنا، كل مكان بتروحه، كل ولاية او كل محافظة بتروحها ليها ضرايبها مختلفة عن ضرايب الولايات التانية. فمثلا انت هنا بتقعد طول السنة تدفع ضرايب على شغلك، واخر السنة لو الدولة ما استعملتش الفلوس دي في حاجة بترجع لك نسبة ايا كان اللي فاضل، $500 ايا كان. تمام. اخر السنة انا مثلا قعدت 5 سنين في ولاية ما، ال5 سنين ما بيرجعليش اي حاجة، بالعكس ده باخر السنة بيقول لي عليك وادفع زيادة. الله اه السلام. انا جيت ما لبس هنا، مصلحولي. جيت في الولاية اللي انا فيها دي اشتغلت. ولا استنى بس عشان هو قال لك هو حاجه قال كده. قال لي والنبي، قال لي والنبي قال لك أمال لو كنت في مصر هنا كنت هتعمل ايه؟ طيب عليك نور وكهرباء ونت وبتاع، ده بص ده هيطلع عينك. يا اسطى ما هو بيدفع برضك الكلام أنا دوت، بدفع هو الكلام ده برضه. بيدفع. انا بس المشكله ان انت مثلا انت لما بتيجي تقبض بتلاقي مثلا انت مثلا قبضك $1000 مثلا، تمام. $1000 دول انت بتاخد منهم 700 او 650. يا رب نصهم بس، نصهم ربعهم ولا ربعهم $1000 اخسر يا رب. يا رب قال لك $1000 يا رب. هاكل 5 عمية يا رب، هذبح معزتين وعجل يا رب. استنى يا عم انا اتحريت. اقبض بس في الشهر $1000. مثلا نفترض حرتنا يا ابني. يا ابني يا ابني اهدى يا اسطى والله النضاره شبرت. عجبني الحوار الصراحه. والله اسمع من بقك ربنا يا اخي. يا اسطى بالراحه يا اسطى، مش كده. فانت مثلا في 15% بيروحوا لجهات مختلفة بقى، للصحة بتاعتك، لضرايب للدولة نفسها، ضرايب للولاية اللي انت فيها، في ضرايب كتير قوي بتتسحب كل قبض. فانت مثلا لو بتقبض اسبوعي في مثلا لو 1000 انت بتاخد 700 او 650، ده اللي بيطلع لك، ده اللي انت بتاخده. خلاص بقى خلاص. بس ده حلوه يعني، ده انا سامع $، دي بتهزني. $، ده بيهزني. قال لك بيهزني. ايوه بحس برجه كده، المروحه انشكحت وزودت الهواء من قال لك لا ده هيقبض $، هيجيب تكييفين مكاني، فلا زين مره. بص بس والله هقول لك على حاجه. ايوه قول فعلا الضرايب دي ما بتتسحب، انت أيوة. بتلاقي نفسك 60 او 70% من فلوسك شهريا بتروح لحاجات تانية بيتضاف عليها ضرايب تانية. فانت اللي بيفضل لك ما بتعرفش تعمل حاجه. تمام. يعني انت ده حقيقي. يعني انت عشان تقدر تعيش عيشه كويسه هنا في امريكا في الوقت الحالي، مينيمم انت محتاج تعمل بالظبط 6000 فيما فوق في الشهر، والرقم ده بيبقى صعب ان انت توصل. يا اما تشتغل في المبيعات $6000 يا عربي، واخد بالك؟ يا اما تشتغل في المبيعات وتقعد تبيع ليل ونهار وما بتقبضش غير كوميشن بس، يا اما تقعد بقى تشتغل تقدم دكتور ولا حاجه. هو بيعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بيحسب ال6000. بيحسب ال6000 والله عليك. قلبي قال لك 5 6050. اصفار 6000 5 اصفار مبلغ 5 اصفار.
اللهم صل على النبي. والله ما بعملهم، والله ما بعملهم. مبلغ ب5 اصفار، ده انا اخر صفرين. والله العظيم ما بعملهم. قال لك اخر السفر. انا ما شفتش بعد الصفرين دول. يعني ده انا اخر صفرين ويمكن 3 في المناسبات. عارف انت لو شفت 10,000 على بعض بتبص. يا دين امي، ده انا بص، هذا هيغمى عليا، قلبي هيقف، يجي لي السكر، الضغط، اي حاجه، انت فاهم. طيب 5 اصفار. خلاص، خلينا نروح لبيشو شويه. انت بالنسبه لك الحاله الماديه ايه الدنيا؟ انت شايف ايه؟ قول تاني. لا، انا لا، بحاول لا. اعرف لا، الحاله بص، الماديه بص. ايه. هي الحالة المادية أنا بالنسبة لي أنا راضي باللي أنا فيه. بس هو الحمد لله برضك خلي بالك في نقطة إن أنا مش عايش لوحدي. لما ببقى عايش مع أهلك أو حاجة ده برضك بيشيل فكرة عندك المسؤولية إلى حد ما. تمام، مش هقول لك مسؤولية 100%. فهمت. تمام. ففكرة إن أنت برضك عايش لسه مع أهلك، ففي جزء أنت بتدفعه لأهلك برضك ليساعد في البيت، بس مش ده الأساسي. يعني مثلا فلنفرض إن أنا مثلا بدفع بسحب مثلا 1000 جنيه من الشغل، أو ده المرتب بتاعي 1000 جنيه على الشهر مثلا. فال1000 دوت مثلا منهم 200 300 400 للإيه، للبيت، يساعدوا مثلا في البيت. فاهمني؟ فجزء من المسؤولية، ما بقولش المسؤولية كاملة، طبعا بتفرق لما بتبقى مسؤولية كاملة وانت فاتح البيت طبعا. فبالنسبة للمادية هي انا كبشوي انا الحمد لله بما يرضي الله انا تمام. يعني تمام في الحمد خميره لله. حلوه في البنك يعني. بلا نيلة، اما اعيش فيزا اصلا. بلا نيلة. اقعد ساكت ده انا يا وانا ابني، معايا احنا علينا فودافون اقساط يا كاش ابني. حاسس ان انا ساويرس. يعني طيب. يعني انت لو رحت العربي دلوقتي تمام هتلاقيه بيشحت في السيدة، فتمام يعني. خلينا نروح بقى للغني تمام. بتاعنا. اطول واحد طبعا فينا عربي. اطول قد المروحة. اكتر واحد معاه فلوس. تمام، امم لدرجه ان وراه التكييف فوق لو بصيتوا هتشوفوه، بس هو اه مركب اه المروحه. اه تمام. بايظ اه بايظ بايظ بايظ. اه اه طب قول لنا أي. الحاله الماديه ايه يا عرب؟ انت شايف ايه؟ لايك وسبسكرايب وبالصلاة على رسول الله، والله العظيم ما بدناش حد، احنا بنعمل محتوى هادف، اقسم بالله كله بيتي. والنبي احنا محتاجين مشاهدات والنبي. وحياة سيدنا النبي. بخش الاستريم يوم الثلاث والنبي عشان خاطر. عشان والنبي في ستريم يوم الثلاث، كبسوا. اقسم بالله كان نفسي اطلع اشوف الناس بس تدعم. كبسوا. عشان اشوف الناس، الحق اشوف الناس بس. طب تتخيلوا ان احنا ممكن نوصل لمرحله ان احنا نطلع في لايف نقول كبسوا كبسوا؟ لا لا لا، انا الصراحه لا انا مش هعملها او مش هوصل لها. لا لا من لا لا، ما سابع نقدرش. لا المستحيلات. لا لا، انا عندي مستحيل اقعد عاطل ولا مستحيل نعمل انك كده. لا بجد، اه مستحيل انك تنغمس في في الجزئيه بتاعت المجتمع ده. انك تروح للجزئيه دي وكبسه. ابعت لا اسد. هيبقى ابعت على طول، أسد. ابعت على أيوة، طول، انت لسه ابعت هتكبس. أسد. ابعت على أيوة. طول، ولا ابعت فاكرنا اسد ده, على طول. ده انا كلب فلوس. على طول يعني. طب خلينا نرجع شويه واسالكم كده. يعني انت مم. مثلا يا بيش اول شغلانه اشتغلتها قبضت فيها كام؟ شهري ولا يومي ولا كانت ايه الدنيا يعني؟ لا كان لا بالشهر، كان بالشهر عادي. بالجنيه كانت في ولا ورشة الدولار؟ الموتيل. لا بالجنيه طبعا يا بيه، انت عبيط ولا ايه؟ في مصر يا ابني. مشيت على موتيل. لا بس الحمد لله قبضنا بالدولار. يعني انا في مصر بقى الحمد لله قبضت بالدولار قبل كده، الحمد لله. يعني في الشغل الاونلاين شغل غير اللي اونلاين. كان معاك انت كمان في شغل احنا كنا مع بعضينا فيه، غير برضك دوت كان في شغل تاني، فبالدولار كان الحمد لله يعني. انا وبيشو في الفتره الاخيره بقى في بينا شغل كتير. بقينا كتير قوي. الله اكبر. اه هو ما بيجيش منه فلوس بس في منه. عربي خمسة. انا بحسد ليه يا عم؟ انت بتقول مش عارف انت بالجنيه، هو ما سالنيش نفس السؤال.
استنى يا اسطى، استنى يا عم. هو ما خدش باله من الدولار اللي انا قلتها من شويه. لا يا عم خلينا نروح لعربي. ده انت ماشي. اول شغلانه قبضت فيها كام؟ $73. حلو ده استنى، كان ليه؟ بسبعة ونص ساعتها ولا بتعمل كان ايه اللي انت؟ كان اقول ايه؟ لك على حاجه، اقول لك لا كانت فتره زمان قوي كده، 2019 20 حاجه زي كده. كنت بعمل ستريمات على تويتش زمان قوي. فعملت في شهر $73 وما خدتهمش. الله الله الله. يعني انت وما لو فتحت خدتهمش. الاكونت بتاعك دلوقتي تمام بتاع تويتش، المفروض ان انت تلاقي عليهم الحاجه دي. ده ضاع مفروض. اتنيل. الاكونت لا، ده انت يعني اللي اقول لك فقري. ليه، اقول لك ما خدتهمش ليه. اه مبدئيا هو كان عايز يبقى $100، تمام. فانا في فتره سبت فيها الاستريمات ديت، فالقناه قفلت، تمام. حاولت ارجعها، البتاع ضاع، فحاولت اسحب على الاقل $50. طلع ان لازم يبقى في باي بال، وانا ما عنديش حساب بنك اصلا، فقال لك لا شكرا. الله. فيعني الله يا عربي يا $73 فقري. ويا ريتني ما خدته، ويا ريتني خدتهم. الله عليك يا عربي يا فقري. الله. عيب عليك يا باشا، عيب عليك. اهو انما لو ده حالة اشتغلت يعني ده حالة النحس لكل الناس والله بجد. بالظبط. والمفروض ان انت تبقى معانا في الاستريم الجاي ده. ربنا يسترها. احنا حالتنا ضايعه. احنا طيب ما قلتش برضو للناس المحترمين والمتابعين والمشتركين اللي هيكبسوا لنا باذن الله في أيوة. الاستريم، ما قلت لهمش الاستريم هيبقى على ايه؟ جيمنج. لا ما احنا قايلين جيمنج. على ايه القناه اللي هنستريم عليها؟ ما هو ما هو كيك، اهو موقع كيك المفروض يبقى هنا وبرنامج كيك هنا تحت. يعني. بص هو بص، هيبقى في اي حته على هنا على هنا. ايد عربي الشمال. ايوه على ايد عربي على ايد الشمال. عربي. يميني من شمالي فين؟ حاولتني. يا بص للمروحه. هنا اهي. ايوه استنى بص بس يا اتهز. نهار يا ريتك ما بصيت. يا ريتك ما بصيت. بس خبطت الترابيزه فكل حاجه وقعت. استنى. لا قال لك بص ايه ايه بص. المروحه ايه؟ ايوه كيك جنب المروحه على طول. هو مكان المروحه. ايوه هيبقى مكان المروحه. يا هنا ولا على وشي ولا اللينك هتلاقوه في الديسكربشن تحت. في الديسكربشن عادي. بالظبط. في الديسكربشن أيوة. تحت ولا مروحه بلا بتاع بقى. خشوا اعملوا فولو واستنوا يوم الثلاث هينزل الاستريم من 8. ولعبه من جامده 8 جدا. ل 12 من 8 ل 12 بالليل. احنا تمام. بنلعب من لعب 8 ل كتير 12. قوي. احنا بنلعب لعب كتير قوي. في شويه لعب لو انتوا حابين لعبه معينه قولوا لنا هنبتدي نلعبها. واحنا بنلعب لعب مختلفه كتير قوي. يعني احنا من الناس اللي عندنا العاب كتير قوي ما بنركزش في حاجه واحده. ايوه اشوفكم هناك. قول يابا قول. طب ما تيجي يا اسطى نحدد مثلا لعبه واحنا استنى دلوقتي. بس انت ده قاعد يقول لك لعب كتير قوي. ايه قول عليا النعمه معايا صاب واي هنا على الكمبيوتر. قول يابا قول. قول يابا. طبعا قول يابا. ربنا يسترها علينا والله. قول احنا يابا. واصلين لمرحله وحشه. احنا واصلين يابا. لمرحله وحشه جدا مش قوي. اقول لك على حاجه، عندي لعبه جت ابو ابو فلانة. ايوه انا أيوة، سمعتها. ايوه الحمد جت أبو لله فانيلا. والله الحمد لله انها اتقطعت. ايوه انها اتقطعت لوحدها. والله الحمد لله. والله العظيم يعني لا تيت مره واحده المايك بيمنتج. اوعى المايك بيمنتج لوحده. طيب حرفياً، انا هقول لكم أيوة. بقى اول قبض انا قبضته. انا اول شغلانه اشتغلتها خالص اشتغلت في ملاهي. عارف انت البتاعه دي بتلبس حزام وفي حد بيجي يشدك من رجليك وتروح طاير فوق. ايه ده انت كنت بتشد الناس من بنطلونهم؟ من عيب يا ابني. البناطيل. أنا كانت شغلتي بقف ورا البسك الحزام وشدك من البنطلون. يا نهار اسود. انت كنت شغال كده لبيس يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يا اسطى كنت شغال في شغال ملاهي. لبيس ولا ايه؟ وكان في زي بتاعه كده بتتنطط عليها بتلبس حزام معين تبقى مربوط بحبال. مش ده الاستيك؟ مش ده اللي هو الاستيك اللي بيترفع لفوق؟ بتشد الترامبولين دي بتشده. ثانية واحدة عشان مش عارف اقوم دلوقتي وعايز اجيب ازازة مية مجنناني، فثانية واحدة. تعال اهي. اتفضل. خد. استنى. هجيب يا نهار ازرق الحاجة هتقع. بس خد يا عربي خد يا عربي الله خد يا عربي. يخليك والله خد يا يخليك. عم. من مزارعنا ده لبن رايب ده ولا انت ايه اللي مديهوني ده؟ لا بس والله انا كنت الشغلانه دي انا كنت بحبها جدا. ايوه وانا كنت بقبض بالظبط فيها في الشهر
1500 جنيه. هو ما خدش عمل ايه؟ باله خلاص هو خلاص عمل اسكت ايه؟ ما عمل ايه خدش والنبي؟ باله ولا بيشو هتشوفها في عمل ايه؟ عمل المونتاج ايه؟ عمل ايه والنبي؟ عمل ما ايه تاخدش بقى تشوفها في المونتاج هتشوفها في المونتاج تبقى تشوفها في هتشوفها بس المونتاج. انت تمام، متخيل بس تبقى ولد تشوفها في ولد المونتاج، ولد ارانك ان انت تضحك عليها. بس ايوه بعد اذنك، بعد اذنك، تمام، ايوه بعد اذنك عيد الكلام تاني وسيب الحته ديت، عيدها تاني، عيد الكلام كله تاني عشان احنا ما ركزناش معاك اصلا، فاهم؟ عايزين مني ايه؟ من غير اسمع شتيمه منه بعد والله اذنك بجد، انتوا اسمع عايزين من غير مني. مني ايه؟ شتيمه من غير شتيمه بعد اذنك من غير سكاكين ماشي. اتفضل يا باشا انت القبض طيب كان كام؟ انت القبض يا بتاعك نهار كان كام اسود طيب يا ميز؟ والله العظيم بقول لك كده معايا مسدس خرز هنا والله يا ازعلك جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة اديني يا بقول جماعة. لك اهو طيب بس انا كنت شغال في الموضوع، وكنت بحب الشغلانه جدا. كنت مم. بقبض بالظبط في الشهر 1500 جنيه. الكلام تمام. ده ايه احنا ده بنتكلم في ما هو كان في مصر ساعتها ايوه احنا بس سنه بنتكلم مثلا سنه كام 2016 1500 يعني 5000 دلوقتي. مثلا. اه لا حاجه ده بسيطه طبعا 5000. ده طبعا بخلاف العيال مم. اللي لسه في ثانويه عامه دلوقتي وشغالين في كول سنتر وبيقبضوا 19 ومش عارف ايه والجو ده كله. الكلام ده ما كانش موجود ساعتها، ما كانش منتشر زي دلوقتي. وحياتك حاولت ان انا اشتغل في الكول سنتر بس ما نفعتش، مش كده؟ فلقيته صداع جدا انت لو شغال في العربي او في المصري، القبض بيبقى اقل بكتير. ده واحد. جدا. ما اه الاجنبي هو اللي بيفرق اه معاه. الاجنبي هو اللي بيفرق. في ناس كتير قوي اصلا كانت صحاب ودفعه من المدرسه والجو ده. ناس كتير قوي منهم شغالين في الموضوع ده، في المجال ده بالذات. يعني اللي هو تقريبا المهم، ايا كانت ايه شهادتك بتتصنف كول سنتر. طيب انا عندي ليك سؤال عربي كده، عايزك تقول لي بالنسبة لك انت الفلوس بالنسبة لك ايه يعني؟ انت شايفها وسيله ازاي بس مش الفلوس؟ اصيله يا واد عمي يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة. ايوه بس اقول لك على حاجه انت قول. مبدئيا عايز تحشر دنيتك فلوس انت اه فاهم فعايز امم انك تطلع من الشحريره اللي انت فيها دي تترمي كده على تروح على ايه خزنه الفلوس عايزين فلوس عشان نعرف نعيش ده حقيقي. امم معناش فلوس هنعيش بس بالشحاته بس ايوه، عادي ما دي يعني يعني انا مثلا، انا دلوقتي مثلا، يعني بشوي عارف مشاكل كتير قوي عندي حلها كلها. يعني انت بتتصنف الملخص بتاع كل موضوع لو مسكته فصصته محتاج فلوس. فلوس. امم فاهم؟ اللي هو مش الحلول موجودة وانت مش عارف تحل. لا، هو الحل واحد، ان يبقى فيها فلوس هي اللي هتحل الموضوع ده. فاهم؟ بس خلي بالك اه معلومه نعرفها البني ادم هو اللي بيحرك الفلوس مش الفلوس اللي بتحرك البني ادم هات لي فلوس وحركها. طب هقول لك على ايه حاجة، هقول لك على حاجة، هات ما انا عايز فلوس اللي هي اللي يحركني بالفلوس يا عم لا قال لك هات لي فلوس واحركها ولا عم احنا ليه؟ دلوقتي بقينا يعني بقينا اصلا بنمسك في اي اشياء عشان نجيب منها فلوس، والله بجد. احنا فاهم. جت علينا والله فترة العظيم ما قبل ما بشحت انزل احنا جت علينا فترة انا وميز الفترة اللي فاتت ديت يعتبر، مم. او الفترة اللي فاتت بنتكلم احنا مثلا من كنا شهر شهرين حاجة كده. من قبل ما نبدأ اصلا القناة، يعني كنا اه حرفيا ده اخر قرار في حوار القناة دوت. مم. احنا كنا حرفيا اي حاجة بندخلها لازم تبقى متأكدين ان هي بتجيب فلوس عشان احنا مش هنضيع وقت على الحاجة دي. يعني انت ال كنا بنرمي في اي حاجة حرفيا، عشان بس كنا الناس ما بندور في تفهمش غلط، كان بيبقى اغلبه شغل في حوار الجيمنج، ملوش علاقة بالستريم او ان انت نعمل كونتنت. كان بيبقى معظمه شغل في حوار الجيمنج، ان انت بتبيع حاجات على اللعبة نفسها. ده كان اغلب شغلنا، وده كان اغلب المكان اللي احنا بندور عليه. حتة القناة والبودكاست دي احنا رجعنا له لما خلاص اللي هو احنا اللي احنا بنعمله ده مش ظابط، فخلينا نرجع زي الفكرة اللي احنا كنا فيها من 3 سنين. نرجع نعمل بودكاست تاني ونصبر عليه ونركز فيه وان شاء الله ينجح. فعشان كده يعني ده كان اخر قرار، ان احنا نرجع على قديمه ونكمل. فالحمد لله بس بدأناه، والحمد لله خلصنا سيزون 1 وداخلين في سيزون 2 اهو. اول حلقة ان شاء الله اللي جاي بقى احسن، يعني ان شاء الله ينجح ويكبر يعني.
شاء الله بالذات يعجبكم معانا بس السيزون ده. عربي، فعربي انا واثق ان هو اللي هينجح المكان ده، هو والمروحه. امسكها 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 يلا. احترمها احترم احترمها، المروحه. دي بقت هو كونتنت المروحه هي اللي كريتور. شهراك، هو اللي هي احترم اللي المروحه؟ شهراك يلا يا بنت دلوقتي. الجزمه انت من هنا يا نهار ازرق يا نهار يعني عايز ايه؟ دي بقت ولا كونتنت ولا كريتور ولا دلوقتي دي. ولا ده هي اللي بتهويلك بس بس مفيش حاجه تانية ما بتهويك. ينفعش. يعني وانا هقف على المروحه هقلع. الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله والله المايك بيمنتج لوحده لوحده. الحمد لله والله العظيم يا جماعه. لا الحمد لله. طيب الحمد لله والله المايك ده حاسس بيك، والله كمان مره المايك ده حاسس بيك. اوعى تكون متفق معاه. لا اوعى. لا هو عارف، هو كده حاسس متفق بيا. معاه. طيب هو حاسس حابين على بس نقول ان الحلقه دي ما فيهاش فضفضه بلدي، ولا بالظبط. فيها هات اخرك، عشان احنا ما قلناش الموضوع، ما قلناش على سيزون 2، ما قلناش اي حاجه، فمفيش حد بعت لنا حاجه واحنا مش محضرين اسئله والجو ده. هي الحلقه دي خفيفه كده بس ولذيذه وسريعه، نبدا بها بس فيها سيزون 2 سيزون 2 سيزون 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 زيزو. وان شاء الله من بدايه الحلقه الجايه هنبتدي نقول على ديسكورد ايه الموضوع الجاي، وان شاء الله نبتدي ناخد حاجات من الناس ومع الاستريم كمان، فالدنيا هتظبط. الاستريم تاني يوم الثلاث من 8 ل 12، والحلقات يوم الجمعة الساعة 6 على اليوتيوب، اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وافضحونا والسبسكرايب والجرس طبعا. فعلوا سر الجرس، ونشوفكم في الحلقة الجاية الجمعة الجاية. إن قهوة بلدي. سلام. مع السلام سلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. عادل برضك ما انتش الحمد الحمد يا لله. عم ايه المايك ده يا عم؟ خلاص انا ارميه. بس اقفل على كده.